ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله، ربنا أكرمني وقدرت أقنع الراجل الظابط والرؤساء بتوعه إن اللي قالته البت دي كله ضديات وغل مش أكتر. ايوه، بس ايه اللي يخلي وردة تتهمنا اتهام زي ده؟ أنا عارف أنت بتفكر في إيه، ولعلمك كل اللي بتفكر فيه صح. معقول؟ معقول أوي. اسمع بقى فتحي، أنت خلاص كبرت وبقيت راجل، وكان لازم يجي اليوم اللي تعرف فيه كل حاجة وتعرف أبوك بيشتغل إيه. فأنا مادام فتحت لك قلبي بقى لازم تعرف إن أنت في الأول هتشتغل معايا وبعد كده هتشتغل لوحدك. بص يا ابني بقى، أنا الأوان تفهم إن العز والهيلمان اللي عايشين فيه أنت وإخواتك وجوازهم والناس دي جاي من تجارة الخشب وبس. هي تجارة حلوة مقلناش حاجة، بس احنا ربنا كرمنا من سكة تانية كمان. هو هتفتكر إن أبوك بدأ من الأول زي ما أنت شايفه كده، معلم كبير له كلمة وله شنة ورنة؟ لا لا يا ابني، ده أنا بديت صبي صغير أوي، صبي صغير عند معلم المعلمين الكبار اللي كانوا بيشتغلوا بالصنف، وشدت حيلي كنت ناصح لغاية ما كبرت. شدت حيلي وشدت معايا برعي وخليته دراعي اليمين، وفضلت ورا الحكاية يوم بيوم وساعة بساعة لغاية ما بقيت إبراهيم العقاد، أكبر تاجر صنف في بر مصر كله. تاجر مخدرات؟ سيبك من الأسامي، هو كل بني آدم في الدنيا، أي بني آدم لازم يبقى له مهنة يعرف أسرارها ويدافع عنها. وبعدين لعلمك أنا طول عمري ما اشتغلتش غير في الحشيش، الحشيش وبس، لأن أنا مصدق وربنا مدخل جوايا قناعة إن الحشيش ده نبات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، وبعدين بيطلع شجر زيه زي الشجر اللي بنقطع منه الخشب اللي بنشتغل فيه. فهي تجارة حلال من عند ربنا. عشان كده كان حد الله طول عمري بيني وبين الهيروين والكوكايين الماكستون فورت والحاجات دي. لا لا لا، أعوذ بالله. ايوه، بس دي تجارة خطر. خطر يا ولا، وانا مش هخاف عليك؟ لعلمك انا بخاف عليك اكتر من نفسي. واطمن، انا مأمن لك كل حاجة بحيث ان مفيش بني ادم هيستجري هو بناحيتك. امال ايه، انا عامل حسابي طول عمري. ولعلمك مفيش حد في المكتب بيفكر يعمل حملة على هنا غير لما بيجيني بلاغ قبلها بيوم عشان ابقى جاهز ومستعد، ده لو حد فكر يهوب ناحيتي. انت انت قدرت توصل لده كله ازاي؟ يا ابني اسمع مني وافهم وتعلم. وهو مفيش حاجة في الدنيا دي إلا ولازم تعمل حسابها. لازم عشان تكون تاجر شاطر
تبقى عامل حساب كل حاجة حواليك. وبعدين الدنيا بسيطة لو فكرت فيها، لأن كل شيء له تمن. وأنا هفهمك. دلوقتي الراجل اللي رحنا نطلب بنته ده أبو شنب مش طلب 2 مليون جنيه مهر، أرنبين وجنبيهم شبكة ب100,000 جنيه؟ هو ده تمنها؟ لا يا ابني، ده تمنه هو. عشان كده أنا اديت له وبزيادة كمان، عشان يشبرق نفسه هو في الرمالية بتاعته. يا ابني أبوك عارف كل حاجة في الدنيا دي من مشرقها لمغربها. علشان كده ما كنتش موافق على جوازة مروة من الضابط علاء. ها؟ سيبك من علاء ده. هو أنا هعمل حساب لواحد زي علاء؟ بصراحة ربنا أنا كل اللي ممكن أعمل حسابه هي أختك مروة. مروة وبس. مروة دي أصلها بني آدمة غير بقية البني آدمين. بني آدم لوحده، زي ما تكون ملاك نازل من السماء. تربية اتربت أحسن تربية، وتعليم اتعلمت أحسن تعليم، لغاية ما بقت البريمو دلوقتي. أنا مش عايزة تعرف حكاية إن أنا بشتغل في الصنف دي. وأنا كان عليا بصراحة كنت جوزتها جوازة ملهاش أي علاقة لا بينا ولا بشغلنا. جوازة غير جوازات بقية إخواتك اللي متجوزين الرجالة اللي بيشتغلوا معانا في الكار دول. يعني محسن جوز سعاد بيشتغل معاكوا؟ لا يا راجل، محسن ده ايه؟ ده رمة ولا ينفع. اسمع بس اللي انا بقوله لك. لان يا ابني جه الوقت دلوقتي ان انا اعرفك كل حاجة وافطمك على كل حاجة، لانك لو ما فهمتش اللي انا بقوله مش هتبقى حريص، لكن لو فهمت هتعمل حساب كل حاجة، وربنا هيحميك من اي سوء. وعشان يحميك من اي سوء لازم تحكم عقلك وتحكم بعقلك مش بقلبك، حتى مع اقرب الناس ليك. ياه، ده ايه ده كله؟ امال ايه يا ابني؟ دي خبرة عمر وسنين طويلة اوي. اسمعني بس وافهم، عشان انت دلوقتي هتعمل حسابك انت جاي معايا في السفرية الجاية. هعرفك عن الناس اللي انا بشتغل معاهم واللي انت هتشتري منهم. ابوس ايدك يا حاج، عشان خاطري يا اخويا بلاش ابني، ابعدوا عن الشغلانه دي. ده ابني الوحيد يا ابراهيم، بلاش تحرق قلبي عليه. وبعدين يا بهيجة، انت من امتى بتراجعيني ولا بتقولي لا على اي حاجه؟ ما اقدرش اراجعك، عايش خدامه طول العمر تحت رجليك، بس بلاش ترمي الواد في النار. نار؟ نار ايه يا وليه؟ انا بتكلم في الكار مش في النار. كار ابوه اللي لازم يشيله. سبحان الله، امال انا ليه حمدت ربنا وركعت في الارض وبوستها وحمدت ربنا انه رزقني بالواد منك اللي بعد كده هيشيل اسمي ويسندني في شبتي؟ خلاص، ما دام انت عايزه يسندك بلاش الشغلانه دي وشغله في الخشب. خشب؟ ايوه. سبحان الله، الله 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 على الخشب. لو انت فاهمه ان انت وبقيت نسواني
بناتكوا وجوازهم عايشين في الهلمه والهيصه دي كلها من تجاره الخشب وبس. تجاره خشب ايه؟ بهيجه يا بهيجه، ده انت عارفه البير وغطاه. يا حاج يا حاج، احنا عندنا اللي يكفينا وزياده، مش ناقصين فلوس يا اخويا. هيعود عليا بايه لو ابني جراله حاجه؟ جراولي ايه اللي ابني؟ هو ابنك لوحدك؟ ما هو ابني انا كمان قبل منك. الله، انت لو ليكي فيه ايراد انا ليا فيه ال 24 ايراد كلهم. وبعدين هو اسمه ايه؟ اسمه فتحي ابراهيم العقاد، مش فتحي بهيجه. جرايه بقى، انت فاكر ان انا هسيب ابني يترمي في النار؟ لا، ده انت تبقي وليه مخبوله. امال يا وليه انا بدفع كل شهر الافات للرجاله دول كلهم ليه؟ ما هو عشان يحموه. وبعدين الجوازه اللي هتجوزها دي انا هصرف عليها ملايين ليه؟ برضو عشان احمي ظهره. احنا سلسال يا وليه، عقاد ورا عقاد ورا عقاد. وبعدين انا بعد ما قنعت الواد وربطت دماغه جايه دلوقتي تقولي لي ما تشغلوش؟ يا حاج غصب عني، انا مرعوبه خايفه قوي على ابني. يا وليه مش عايز اسمع كلمه الخوف دي، مش عايز اسمعها نهائي. اللي يعيش مع ابراهيم العقاد يعيش مطمن 24 قيراط. انتوا مين اللي حاميكوا دلوقتي؟ انت يا اخويا، انت ربنا يخليك لينا ويديك طول العمر ونفضل في ظهرك وفي حماك. وحتى بعد ما اموت، حتى بعد ما اموت هيفضل هو بهيبته اللي الناس محدش يستجري يقول له كلمه، واي حد يتمنى يمد ايده ويسلم عليه. صدقتي وامنتي يا بهيجه؟ مصدقه يا اخويا، مصدقه، بس خلاص مفيش بس، مش عايز كلام. هي كلمه قلتها مش عايزها تاني. مفهوم يا بهيجه؟ وبعدين يا برعة البت بنت الحرام دي، قلت لك يا حاج البت دي لبط ومش هتسكت. يعني ايه؟ معقول بنت ما تسواش تلات ابيض نسيبها كده تبهدل فينا وتشوشر علينا واحنا ساكتين؟ تأمرني يا حاج. شوف حضرتك بس عايز ايه بالظبط وانا تحت امرك. اسمعني بقى، انا عايزك تروح لها. انت عايزها تترعب، ارعبها، بس يا ريت يكون الكلام ده قدام ابوها واخواتها. تحب اعشمهم بقرشين؟ لا سيبك من السكاني خالص. قرشين ايه؟ احنا لسه هندفع فلوس تاني؟ مش كفايه اللي خدوه مننا؟ احنا بنقرص الفلوس دي ولا بنلاقيها في الشارع؟ لا انا عايزك ترعبها وترعب ابوها واخواتها وحسسهم انهم لو عملوا حاجه انا همسحهم من على وش الدنيا مسح. مفهوم يا ابو رعي؟ قول له اعلى ما في خيره يركبه. ما تقول حاجه يا باشندي. مش كده يا ورده يا بنتي، برضو اعملي اعتبار للناس دول. لا يابا، اللي بتقوله ورده اختي هو الصح. ما تخليك محضر خير وما تشعللاش. ما تتكلم يا هريدي. اتكلم. اقول ايه بس يا رزبور؟ انتوا خليتوا فيها كلام. صراحة ربنا بقى انتوا ظلمتوا اختي جامد قوي. وكانوا فاكراني هقعد احط ايدي على خدي وعيني واعيط بعد اللي عملوه فيا. هم انتوا ناس شفتوا مني حاجه؟ ولك يا ولد تعالى هنا، روح للي مشغلك وقول له مش ورده يتعمل فيها كده وتسكت. انا هحرق قلبكم زي ما حرقتوا قلبي يا ولاد الكلب. شايف بنتك بتعمل ايه يا باشندي؟ ما انتوا اللي خدتوها لحم ورميتوها عظم يا ريس برعي. ما حدش خدها، هي راحت بمزاجها وعلى يدكم. لا يا حبيبي، هو اللي كان بيجري ورايا زي الكلب وكان بيلحس تراب رجلي عشان اتجوزه. لا يا ورده، انت اللي بصيتي لفوق قوي. بتحسبي ان العقاد هيسلم ويرفع ايده بعد ما خطفت ابنه وجوزتيه. ليه يا عمر؟ كلنا يا اخويا ولاد 9. على الاقل بقى احنا ناس اشراف ما بنتاجرش في الحشيش يا اخويا. لا اهو ده بقى الكلام اللي زعل، والكلام ده بعتني الحاج مخصوص عشان اقطعه. طب قطع رقبتك على رقبته. جرى يا ولا انت جاي تحرق دمي؟ وريني يا حبيبي عرض قفاك وروح قول بقى للمعلم اللي مشغلك ان ورده ما بتخافش غير من اللي خلقها. سمعت اللي قالته لك يا برعي؟ بقى انا جاي اعمل خير تقوموا تبهدلوني البهدله دي. انت جاي تعمل خير يا غراب البنت. تلاقيك انت يا اخويا اللي قعدت على ودانه وقومته علينا. ما انا عارفاك طول عمرك نادلي ووسخ. انا عموما عملت اللي عليا. ماشي يا حبيبي، مش عملت اللي عليك؟ يلا طرقنا. يا جماعه الراجل جاي يسعى في الخير. اسكت انت يابا.
ده عامل زي ابليس. ده لو ابليس اهتدى ورجع عن طريقه، ده عمر ما هيهتدي. يلا 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 ورينا عرض كتافك. يلا يا حبيبي ورينا عرض كتافك زي ما قالت لك. يلا بالسلامه. يا واحد. عاجبك يا هريد الكلام اللي بيقول اخوك؟ عملوا عمايل فيا يا حاج، شتموني كلهم وبهدلوني، بسببهم ما نمتش طول الليل. هي البت دي بنت ملعونه. على العموم هي كده جابته لنفسها هي والقلاضيش اللي معاها. انا هجيب لك حقك لحد عندك يا ابو رعيد. ربنا يخليك ليا يا حاج. لا بالمناسبه فتحي مش هينزل مغلق ولا ايه النهارده؟ لا مغلق ايه بقى؟ ده بيجهز نفسه عشان السفر. مبروك شهر العسل بقى وكده شهر عسل ايه يا ابني؟ هو له عروسه؟ احنا لسه كتبنا ولا عملنا فرح؟ لا يا ابني ده مسافر معايا انا عشان نجيب بضاعه. ضاع. طب ما تريح انت يا حاج، واخده انا في ايدي كده اوام اوام ونرجع. ما ينفعش يا حدق، لازم اول سفريه اكون انا موجود عشان اعرفه بالتجار ويعملوا له حساب. تحت امرك يا حاج. المهم بقى انا عايز وانا مسافر تخلي بالك وتحط عينك على البت ورده. البت دي بنت ابلسه، خليها قدامك، شوف بتعمل ايه، بتكلم مين، بتروح فين، قدام عينك. ما تخافش يا حاج، اوامرك. هو ده اللي كنت عامله حسابه، ابويا يستغنى عنك ويبطل ياخدك معاه في السفر. قال على رأي المثل كنا 2 والتالت جالنا منين؟ يا بنتي الموضوع مش موضوع سفر، الموضوع موضوع تجاره وتوزيع. الله الشغل. بعدين التجار لازم يأمنوا له ويأمن لهم. بعدين عبال ما يتعلم الكار يكون عزرائيل افتكره. بقول لك ايه يا برع، انت ما تعرفش تخنرب له في اي حاجه؟ لا بلاش السكه دي يا حميده، ما تفكريش فيها، خلينا ماشيين في السليم. بعدين ابوكي ده بيفهم الكفت. بعدين سفر ايه وكلام فارغ ايه وشحططه ايه وتعب ايه. انا طول ما انا مسافر هناك يا حميده بتوحشينا يا حبيبتي. انت كمان يا برع، طول ما انت مسافر ببقى هتجنن عليك، ما برتاحش ولا يهدالي بال غير لما ترجع واشوفك قدامي. ما تاكل الحمام اللي بتحبه. كل يا محمد، كل يا ابراهيم، كل انا. ده الليله دي في مرمطه. اسم الله عليك يا حبيبي. كان على عيني يا فتحي، والله ربنا وحده اللي يعلم ان انا ما كنت عايزه يا ابني رجلك تدب في الشغلانه السودة دي، بس هعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف. وانت عارف يا فتحي محدش بيقدر يقول لابراهيم العقاد تلت التلاتة كام. مفيش حاجه يا أما، كده او كده انا لازم اعمل كل اللي الحاج عايزني اعمله، مفيش قدامي غير كده. بص يا حبيبي، انت عارف ان انت ابنه الوحيد وكان بيترجاك من ربنا، وانا عارفه ومتاكده ان هو بيخاف عليك وبيحبك اكتر مني كمان. بس انا امي يا فتحي، وقلبي يا ابني متوغوش ومش مطمن، بس اكيد الاكيد ابوك مأمن نفسه. حتى لو مش مأمن ياما ما بقتش تفرق. لا ازاي بقى؟ ولا ما تاخدنيش في توكة. اسمع، لو لقيت هناك الدنيا برد تتكلفت كويس قوي. امال ايه؟ عشان ما تعياش يا حبيبي. حاضر يا أما حاضر. يحضر لك الخير يا نور عيني. بص يا فتحي، انا حاطه لك كوفيتين وفانيلتين، واحده تلبسها بالمعدول والتانيه تلبسها بالمقلوب. اللي بالمقلوب دي عشان الحسد، واللي بالمعدول عشان تدفي صدرك عشان ما تكوحش يا ابني. استنى يا واد، نسيتني في حاجه كمان. الغطا اوعى تزقه عشان انت متعود تزق غطا وانت نايم، وتتكلفت بيه كويس قوي يا فتحي. اتفقنا؟ حاضر حاضر يا أما. بقى ايه لازمته اللي انت عاملاه ده؟ حاضر هعمل لك كل اللي انت عايزاه. ايه دي بقى؟ هات يا حبيبي. ودي يا فتحي هتوحشني. خليك ليا يا رب، ويجيبك بالسلامة يا فتحي يا رب.
وبعدين يا جماعه احنا هنقعد سنه؟ يا ست ام فتحي احنا ورانا طياره مش اتوبيس. يا اخويا ما سواق الطياره يستنى شويه والواد بيلبس اهو. خلصونا يلا يا فتحي، همه شويه. يجيبك ليا بالسلامه يا حبيبي، ترجع لي بالف سلامه. وبعدها لك بقى بهيجه، ابنك مسافر مش رايح يحارب. يوه جرى اي حاجه، ما انت عارف انا من ساعه ما خلفت الواد ده عمره ما فارقني ولا ليله. خلاص اعملي حسابك من هنا ورايح، كلها كام يوم وهيتجوز. مين قالك ان انا هسيبه؟ يعني ايه وانت هتلزقي له حتى بعد الجواز؟ والله ما هو بعيد عليكي، ممكن تنامي بينه وبين مراته. يا وليه يا عقالي يا عقالي بقى، الواد كبر وراه بعد كده مسؤوليات جامده قوي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ابنك يا حاج قدها وقدود باذن الله. المهم دلوقتي انا مش عايز حد ياخد خبر بسفرنا ده، وخصوصا نازك وفوزيه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج؟ نازك وفوزيه؟ امال بنتك حميده شغلتها ايه؟ يا دي حميده سلام عليكم. بالسلامه يا حاج. سلام يا ابني. سلام. السلامه يا حبيبي. يا رب يرجعكوا ليا بالف سلامه يا رب. انا مش قلت لكم بهيجة هتخلي ابنها يقعد ويدلدل رجليه، وهي اللي حكمت عليه ياخد ابنه معاه مكان برعي. من خيبتنا من خيبتنا ما عرفناش نخلف الولد. كان خد واحده فينا يا حبيبتي، ما احنا ب100 راجل. ياخدنا يودينا فين؟ يقعدنا في المغلى علشان نبيع للزباين. للزباين. شوفوا بقى، يطلعوا ينزلوا مفيش غير واحد بس هو اللي يفهم في البيع والشراء. طبعا يا حبيبتي، هو انت الحاج ده له زي؟ انا قصدي برعي جوزي. بقول لك ايه يا بنت يا حميده، اتكلمي على قدك. جوزك ده ايه يا حبيبتي؟ ده لولا ابوكي جوزك ده ما كانش لا يعرف لا يروح ولا يجي. ده الحاج ابراهيم العقاد على سن ورم، وعلى رأي المثل البحر ما يتعكرش من الترعه. انا قصدي يعني ان برعي متعلم من ابويا الشغل وواخد عليه، وابويا ما يعرفش يروح ولا يجي من غيره. اهو راح يا حبيبتي وخد ابنه معاه، وكل ده بقس العقربه اللي اسمها بهيجه. على رأي المثل حطت عجلها ودلدلت رجلها. حلوة قوي عجلها دي يا فوزية. جرالكوا ايه يا نسوان؟ الله، هو احنا قاعدين نتكلم ونشوف حل للمشكلة ولا جايين نتخانق؟ الله يا نازك، انت مش شايفه كلامها طول ما قاعده ما تتكلمش غير على جوزها جوزها جوزها. جرى ايه يا بليتش؟ انت عارفه ملحة جوزي ليه؟ ما احنا كلنا في الهوا سوا. الله يخرب بيتك يا فتحي، كل المصايب اللي احنا فيها بسببك. قال على رأي المثل جاي طول غلب الكل. غلب الكل. اتفرجي بقى على سي فتحي وهو جاي من السفر شايل لامه شنط 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 شنط. ما كفايه يا نازك بقى، انت بتغزيني ولا بتغزيني؟ ده انا الضغط زاد عليا وهطرشق من جنابي. على رأي المثل اللي فينا فينا مهما حجنا وجينا. يا الايام وعلى هديتيني فاتني الوقت راني همل فيكي triste quando me apaga faz parte da vida. شكرا يا ابني، ثانك يو ثانك يو. ها يا حاج، انت عايزني فين؟ بص يا فتحي بقى، انا جبتك البلد دي بالذات في اوروبا عشان دي البلد اللي احنا بنستورد منها الخشب، فوجودنا فيها ما يشككش حد. هم هياخدوك يعملوا لك لفه في الغابات، يوروك الشجر اللي بيقطعوه والحاجات دي، وبعدين في المصانع بتاعتهم. انا مش هحضر معاك الحاجات دي، بس انا خدت لك بقى ميعاد مع ميسي وفيردا، عايزك تشتري منه ما تبيعلوش، اسمع منه على الاخر، والثمن اللي هتتكلم فيه في الحدود اللي اتفهمنا فيها. مفهوم الكلام ده؟ فاهم يا حاج، فاهم. ربنا يقدرني وابقى قد المسؤوليه اللي انت حطيتني فيها دي. اسمع بقى فتحي، طرطق ودانك واسمعني كويس، لان الكلام اللي هقوله لك ده عايزك تنفذه بالحرف الواحد.
هو سعيد جدا انك بقيت المساعد الاول لمستر عقاد، وهو مش هيبخل عليك باي حاجه. هو سعيد انه بيتعامل مع الشباب، وهو شايف انك مش هتبقى اقل من مستر برعي. اشكرك جدا والحاج عشان بيثق فيك وفيكم بعتني هنا عشان اخد التجربه معاكم وطبعا انا اكيد هكتسب خبره منكم يعني. On vamos спасибо говорит. Вы женаты, мистер Фатхи? بيسألك انت متجوز يا مستر فتحي؟ قريب قوي. Говорит, что скоро будет. Когда у вас будет свадьба? Я хочу послать вам подарок. بيسألك امتى الفرح عشان عايز يبعت لحضرتك هدية. حاضر، هبقى اقول له. ممكن بقى نتكلم في الشغل؟ Он хочет об работе, говорит. Как вам понравился новый сорт? بيسألك عجبك الصنف الجديد؟ هو الحاج بيقول انه ماشي كويس مع الناس الاغنياء يعني عشان سعره عالي شويه. عموما الطلبيه الجديده هنزودها 50 كيلو. بقول لكم ايه بقى عشان انا مخنوق فاهموا. هو احنا مش هنسهر النهارده ولا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. الدنيا نورت يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا حاج. ازيك يا فتحي؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. نورت الدنيا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شفت بقى سفريات الشغل حلوة ازاي؟ اهلا 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 يا برعي. يا مرحبا شوكت بيه، اقدم لك فتحي ابني. اهلا يا استاذ فتحي. عشان كده بقى بقع ما سافرش معاك يا حاج. هو بعد كده اللي هيتولى الشغل مع برعي. انا الاوان ان انا ارتاح بقى. البركه فيك يا حاج. عمك شوكت بيه اهم واحد هنا في المينا، هو اللي بيخلص لنا كل حاجه. طيب يا برعي، حمل انت بقى اللواري وبحصلني على مصر. اتفضل يا حاج. امال انت هتروح فين يا حاج؟ انا هسبقكم دلوقتي على مصر وانتوا حصلوني بالحاجه. سلام عليكم. يا عمك شوكت. عظيم. سلام عليكم. سلام يا حاج. سلام. مع الف سلامه. تعالى بقى عشان اعلمك الشغل. اتفضلوا معايا. فتحي ابني فين يا حاج؟ انا سبته في المينا. الله، بيعمل ايه هناك؟ ما جبتوش معاك ليه؟ ما انا قلت اسيبه مع برعي يتودك على شغل المواني والجمارك والحاجات دي. صحيح. ايوه صحيح، امال ايه؟ عشان خاطر يا اخويا اوعى تكون بتقول كده بس عشان تطمني يكون الواد جرى له حاجه. يا ستي سواد الليل وبكره هيكون عندك تلاقيه هو اللي بيتكلم ده عشان يطمنا. طب خليني انا ارد يا حاج. استني بس اما اشوفه عمل ايه في الشغل الاول. الو يا فتحي، عملتوا ايه في المينا؟ خليني اكلمه يا حاج، اديهولي لما اكلمه. استني بس اما اشوف الشغل الاول. وامك يا سيدي فاكراني هرجع بيك شايلك على كتفي. قول لي يا ابني، عملتوا ايه في اللواري؟ يعني ايه؟ هنفضل كده ناخد على قفانا كتير ونسكت؟ يا وردة، ما انا قايل لك من الاول، قايل لك ان احنا مش قد الحاج ابراهيم العقاد. لا قده يا حبيبي، قده وقدود كمان. انت اصلك ما تعرفش ورد اختك. طب ورحمة ابني اللي لسه ناره قايده جوه قلبي، لاكون معرفاه مين هي ورده بنت بشندي. يا وردة يا اختي، محدش يقدر على العقاد. انت مش فاكره الكبسه الكبيره اللي كبسوها على البطنيه وقلبوها خرم خرم؟ لو بيتاجر في المخدرات كانوا لقوا عنده حاجه. تصدق ده سالم، انت اول مره في حياتك تقول كلام يعجبني. بس كلامكم انتوا الاتنين مش عاجبني ومش جاي على هوايا. يا ورده اهدي كده وقولي لنا انت عايزه ايه. عايزه انتقم يا هريدي، عايزه اتشفى فيهم. ما انا قلت لكم قبل كده ما صدقتونيش. والختمه الشريفه انا شايفه الحشيش بعناية الاتنين دول وماسكاه كمان بايديا، مخبيه في المخزن اللي تحت الارض. انا مش فاهم يا ورده يا اختي، انت عايزه ايه يعني؟ عايزانا نروح نجرجر ضباط البوليس بالاكراه عشان يروحوا ياخدوا الحشيش من عنده؟ لا، الحشيش ده بقى احنا هناخده. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، الحق يا هريدي، شعشعت مع اختك وهتخطرف. اهدى يا ورده، اهدى يا ورده حبيبتي كده، وانسي ابراهيم العقاد وابنه خالص. ان شاء الله بكره ربنا يعوضك. ومين قالك ان انا عايزه اعوض؟ انا عايزه اتشفى فيهم. حرام عليكم، انتوا مش حاسين بالنار اللي جوايا؟ انا طول عمري واقفه جنبكم. خليكم مره انتوا الاتنين رجاله وقفوا جنبي. طب اهدي اهدي بس كده يا ورده وروقي وشوف انت عايزه ايه واحنا نعمله لك. استهدي بالله يا اختي، احنا شايلين كل جمايلك فوق راسنا، بس قولي لنا انت عايزه ايه واحنا نعمله لك.
الشاي لأجمل فتحي في الدنيا. زمانك بقى وحشك الشاي بتاعي، صح؟ تسلم ايدك يا ست الكل. ان شاء الله تسلم يا حبيبي وتعيش. قولي يا واد يا فتحي، انبسطت مع ابوك في السفريه دي ولا قفل عليك وضايقك شويه؟ الا انبسطت ياما، ده انا اتبسطت قوي. بجد؟ طب الحمد لله. والاكل كنت بتلغ ولا بتنسى نفسك زي العاده بتاعتك؟ ده انا اكلت احلى اكل في حياتي ياما. اخص عليك يا واد، وبتقولها كده في وشي عين عينك؟ عايز تقول ان اكلهم احسن من طبيخي؟ لا ياما طبعا انا ما اقدرش اقول كده. اللي قصدي اقوله يعني ان هناك كان في اصناف انا اول مره اشوفها في حياتي. سيبك بقى من الكلام ده وخلينا في المهم. ده ابويا ده طلع دماغ ايه، مخ، بيفهم في كل حاجه، كل حاجه ياما، كل حاجه. غير كده وكده مفيش حد دخلنا عليه الا لما هابه حس انه ليه وزنه كده، ليه هبه ياما، هبه ما شفت ازايها قبل كده عند اي حد. طبعا يا حبيبي طبعا. يا واد ده ابوك بيتهزله اجدع شنبات. عارف يا فتحي، انت لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي دماغ زي دماغ ابوك. عارف ياما، عارف. عشان كده انا حسيت انه عايز يعلمني كل حاجه، اللي عارفها واللي مش عارفها. عايزني ابقى زيه، لما اقعد وسط الناس ابقى كبير زيه. طبعا يا حبيبي. يا فتحي ابوك ما عندهوش اغلى منك، عشان كده انا عايزاك تتعلم منه كل حاجه. ابوك كل اللي يهمه في الدنيا دي سعادتك ومصلحتك. ده منى عينه يا فتحي يشوفك احسن منه. ياما انت ما شفتيش، ده مقامه كبير قوي قوي عند الخواجات، دول بيعملوا له 1000 حساب. الحمد لله يا رب العالمين. بصراحه يا فتحي يعني في الاول انا كنت خايفه عليك قوي، بس كويس قوي بعد الكلام اللي انت قلته ده انا قلبي بقى مطمن. قولي لي بقى، في حد سأل عليا وانا مسافر؟ ومين يعني اللي هيسأل عليك ولا يعبرك يا واد؟ مفيش غير البت القشطه الحلوه المهلبيه دي، كل شويه تطلبني: ازيك يا مدام بهيجه، وحشتني يا مدام بهيجه، عامله ايه يا مدام بهيجه، ما تيجي تاكلي عندنا يا مدام بهيجه، فتحي بيكلمك يا مدام بهيجه. اقول لها اه يا حبيبتي بيكلمني. طب هو ما بيكلمنيش من بلاد بره ليه يا مدام بهيجه؟ اقول لها يا بنتي انت ما فيش في بقك غير مدام بهيجه مدام بهيجه. تلاقيها يا واد بترسم على الهديه. انا جايب لها هدايا اول مره تشوفها في حياتها. ما هو اللي بيجيب هديه بيجيب قيمته، وانت قيمتك ما شاء الله الله اكبر. قول لي يا فتحي، جبت لمروه اختك وجوزها هديه؟ اه طبعا ياما. قولي لي، مروه سالت عليا؟ كانت بتطمن. امال ليه؟ مش اختك لازم تسال عليك. فتحي، جبت لي يا حبيبي بتاع الارنانر ده وصوابع الاحمر اللي طلبتهم منك. ايه ده كله يا ماما؟ كل مره تجيبي الحاجات دي كلها؟ يو جرى ايه يا بت؟ قولي ما شاء الله الله اكبر الحمد لله. خير ابوكي يا حبيبتي، مش خساره فيكي. المهم قولي لي انت بقى عامله ايه وازاي المزغوط جوزك؟ كويس الحمد لله كلنا كويسين ومش محتاجين اي حاجه. المهم زي بابا. ابوكي كويس وبخير، لسه راجع من بلاد بره هو واخوكي فتحي. اخوكي فتحي جايب لك شويه حاجات انت وجوزك، انما ايه الاجه قبها على الاخر. في الخير فتحي دايما بيسال عليا. طبعا يا حبيبتي. الله، مش انتوا اخوات يا مروه؟ ربنا يخليكوا لبعض يا رب ويخليكوا ليا. اسمعي بقى الحته اللي هقولها لك دي، ولا ام كلثوم في زمانها. فرح اخوكي فتحي ابني حبيبي ونور عيني يوم الخميس اللي جاي. بسرعه كده؟ ده من حوالي اسبوعين راح مع بابا وخطب وجالي وقال لي انه مش مبسوط بالعروسه. مش مبسوط يعني ايه؟ معناها ايه مش مبسوط دي؟ مش عاجباه. هي مين دي اللي مش عاجباها؟ العروسه دي تعجب الباشا، دي قشطه على المظيه يا بنتي. دي حاجه ايه، بنت ناس فوق 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 علوي على الاخر. الحب يا ماما ما يعرفش الحسابات دي. الحب؟ من الحب انت هتقولي لي يا بنت على الحب؟ دي هتقطع الحب وسنينه. ما هو الحب ده هو اللي جابني على ملاوشي وخلاني اكلبش في ابراهيم العقاد ابوكي. قصدك ايه يا بنت؟ قصدي ده لسه متعلق بورده. تعليق بزورها، هو اللي قال لك كده؟ ما هي غارت في 60 داهيه هي واللي خلفوها. يا ماما ما هو مش قادر ينسى اللي حصل، وبصراحه انتوا ظلمتوا ورده. ظلمه في زورها باذن الله.
الله، احنا هنقعد يا بت نقول كنا وكان وراحهم وجم؟ بقول لك ايه، ان شاء الله الخميس الجاي عايزاكي انت وجوزك تبقوا على سنجة 20 مش على 10 بس، وتحضري فرح اخوك يا حبيبتي. بصراحه يا ماما مش هقدر اروح، وبابا زعلان مني. ايه في يا بت واحده متعلمه تعليم عالي زيك كده اهو، وبنت ناس كويسين زينا، تقول انا مش هقدر اروح فرح اخويا؟ يا ماما انت عاوزاني احضر فرحه وانا عارفه انه مش مبسوط بالجوازه دي. يا بت مش مبسوط ده ايه؟ اساليني انا، ده كده وكده يا عبيطه. وبعدين انت ايه حكايتك بقى؟ مسلطه عليا، كل ما اجيلك رايقه ومزاجي رايق تسمي بدني بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. وبعدين تعالي هنا، انت عايزه ابوكي يقول ايه؟ بنتي بنت ابراهيم العقاد واقفه مع بنت بشندي ومش واقفه مع ابوها؟ ايوه واقفه معاها لانكم ظلمتوها، وانا لا يمكن ابدا اوافق على اللي بيحصل ده، عشان كده مش هحضر الفرح بتاعكم ده. يو، انت عايزه ايه يا بنتي بالظبط؟ انت عايزه تولعي الدنيا نار من اول وجديد ولا ايه حكايتك؟ اسمعي، هتيجي الفرح ورجلك فوق رقبتك انت وجوزك. كده يا اختي. استنى، عارفه كوبس النور فين؟ ماشي. عشان هنا انا شفته بعينيا. حشيشي بس يا اختي، حشيشي اللي ما فيه حتى تمنايه اللي فيها في سجارتين ونتكيف. انا قلت لك يا ورده شيل الموضوع ده من دماغك. انا مش عارف مين اللي حط في دماغك ان الحاج تاكل المخدرات. يا ولاد الأبلسة، كأنهم حاسين إن إحنا جايين. ماشي يا عقاد.
الله ولا سقفوله. ولا ايه انا جاهز يا اختي. والله حسن. انا جاهز يا اختي. خلص يا سالم. بالسلامة يا حجوج. يا عمي ولع عايز اتدلع يا عمي ولع عايز اتدلع. ولا ايوه يا صاحبي فين يا حاج؟ فين يا حاج؟ فين الامر؟ مفيش حاجه. ايه اللي جرى؟ ما تشوف. اتفضل والله. اهدى يا حاج، اهدى. اتفضل والله، اتفضل والله، اتفضل والله. حاجه بسيطه.